بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هنتكلم في الفيديو دوت ان شاء الله ان احنا ازاي نسرع الستارت اب او التشغيل بتاع الكمبيوتر بتاعنا، بحيث ان هو ما يستغرقش وقت كبير في ان هو يشتغل معانا. ممكن يجي في بالك او تسأل، ده انت تقول والله ده بيعتمد على البروسيسور بتاع الجهاز وبيعتمد على الرامات والكلام ده كله. اه، ده فعلا ده كلام جميل وعندك حق في ده كله، لكن احنا هنخفف على الاقل المشكلة دي، او نحاول نخليه الجهاز يشتغل اسرع بدون ان احنا نحتاج ان احنا نعلي الرام او نغير البروسيسور او الكلام ده كله. لكن هنستخدم المتاح معانا او هنستخدم الحاجة المتاحة اللي في ايدينا، بحيث ان احنا هنخليه في حاجات كتير ملهاش لازمة بتشتغل مع بداية تشغيل الجهاز. احنا هنلغي الكلام ده كله، هنحاول نخليه يركز جهده او يركز طاقته كلها في ان هو يشغل الكمبيوتر بسرعة ويلغي الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. الكلام دوت هنطبقه حالا وهنشوف مع بعض. هنتوجه اول حاجة للستارت منيو. وفي الستارت منيو او في الزرار السيرش دوت هنكتب الامر اللي هو ms config وهنقول له انتر. ms config، هنقول له انتر. فورا هيفتح لنا الويندوز الصغيرة دي. من خلالها هنقدر ان احنا نقلل من الحاجات اللي بتشتغل مع الجهاز. هتوجه للبوتوم اللي هو اسمه ستارت اب. ستارت اب ده هتلاقي فيه حاجات كتيرة جدا. آه، الحاجات دي كلها يعني الحاجات دي كلها هي اللي بتبتدي تشتغل اول ما الجهاز بتاعك بيشتغل، يعني بتشتغل مع بداية تشغيل الجهاز بتاعك. هنلاقي حاجات كتيرة منها ملهاش اي لازمة وان هي بتقل الجهاز على الفاضي، هنروح لاغيينها على طول. اولا بس نفتح الستارت اب ايتم دوت نكبرها عشان نقدر نقرا الكلام الموجود دوت، وما نختارش حاجة ممكن تأثر بالسلب على الجهاز. يعني هنشوف مثلا حاجات الانتل والكلام دي احنا مش هنشيلها. عندنا مثلا برنامج زي الانترنت داونلود مانجر، ده ملهوش لازمة ان احنا نخليه يشتغل مع بداية الجهاز. الجوجل ابديتس ملهاش لازمة برضو. في عندنا بس يعني هي الحاجات دي بتختلف من جهازي لجهازك على حسب الحاجات اللي انت مسطبها في الجهاز بتاعك من برامج و بلاجز وكده. البلوتوث مثلا انا عاوزه يشتغل مع بداية الجهاز فانا سايبه. في عندنا الحاجات الاودوبي الفوتوشوب والاودوبي ريدر والكلام ده كله انا مش عاوزه يشتغل. اوفيس والجوجل ابديتس تاني وال الماسنجرز، الياهو والهوت ميل والنوكيا والايتونز والكلام ده كله انا مش عاوزه يشتغل مع بداية تشغيل الجهاز. فتخيل انت كل الحاجات دي وكل البرامج دي، يعني ما يزيد مثلا عن 30 برنامج بيشتغلوا يعني بيبتدي تشغيلهم مع الستارت اب بتاع الجهاز. فانت تخيل بيحمل ملفات السيستم وبيحمل ال ال الدرايفز بتاعتك، بيشغل الصوت واللان و وانت بتضيف له كل البرامج دي. فهو اوريدي هيبقى تقيل في التشغيل، وهيأخر عملية ان هو يشتغل بسرعة، هيقعد يحمل كتير. فبالعملية دي انت لو مثلا جهازك بيشتغل في دقيقتين، لا ده هو مثلا ممكن ينزل لدقيقة او اقل من دقيقة لما تشيل البرامج اللي ملهاش اي لازمة دي. لكن خلي بالك ان انت ما تشيلش حاجات زي الانتل، الشباية، الكلام ده كله. بعد ما نخلص الستارت اب ممكن نشوف السيرفيس. بس انا ما انصحكش ان انت تغير فيها حاجة لو انت مش عارف انت بتعمل ايه، او انت مش فاهم الحاجة دي بتاعت ايه. يعني مثلا تقريبا كل سيرفيس انا عندي آه، مشغلها لانها حاجات مهمة جدا في الجهاز ان هي لازم تشتغل بيه. على سبيل المثال مثلا الاسب دوت نت دوت حاجات يعني بتعتمد على حاجات كتير، بتشغل برامج والكلام ده كله. الاوديو، الجرافيك، مش عارف ايه، الكلام ده كله لازم يشتغل مع بداية الجهاز. فانا انصحك لو انت مش خبير او مش عارف انت هتعمل ايه هنا او هتشيل ايه، انصحك ان انت تخليها زي ما هي. بعد ما تطبق الخطوات دي وتشيل البرامج والكلام ده كله وتشيل علامة الصح من جنب البرامج اللي مش عاوزة تشتغل، قول له ابلاي
بعدين اوكي، وبعدين ريستارت الجهاز بتاعك، او قول له ريستارت بعدين. لو انت حابب تشتغل على جهازك حاليا، قول له ريستارت بعدين. هو هيبتدي يطبق العملية دي من اول ريستارت تعمله. بعد كده هيبتدي يشيل اي برامج انت شلت من جنبها علامة الصح، ومش هيشغلها مع بداية التشغيل. السلام عليكم.